عاملين ايه يا شباب؟ ايه الاخبار؟ انا بقالي كتير جدا جدا مصورتش. مبسوطه انا بصور. انتوا تمام؟ كله تمام؟ اوكي. ايه هنتكلم عن ايه النهارده؟ زي ما باين كده من عنوان الفيديو، هنتكلم عن سؤال بيجي في بالي وفي بالك وفي بال كل الناس. هل انا متاخر؟ هل انا فايتني حاجه؟ هل انا مقصر؟ فنقعد نتكلم مع بعض بقى شويه، فهاتوا كوبايه اي حاجه كده زي ما انا جايبه، ونقعد نرجع مع بعض بقى. اوكي. هو الاحساس ده بيجيلنا ليه؟ او بيجيلنا منين؟ بيجيلنا منين؟ طبعا معروفة، لا إلا من لينكد إن، لا إلا لما بنبص لصحابنا اللي جنبينا أو الناس اللي حوالينا وبنشوف إن ده مش عارفة عمل إيه، أخد شهادة في إيه، فبنتأثر. طب ليه إحنا بنتأثر؟ علشان إحنا طريقة استقبالنا للموضوع غلط، عشان إحنا طريقة تفكيرنا غلط. في حاجات بتضايق، في حاجات بتفرح، معروفة كده، بس في حاجات تانية، في كذا شعور تاني إحنا ممكن إحنا اللي بنجيبه لنفسنا بسبب طريقة تفكيرنا الغلط، بسبب حاجات في دماغنا مش صح. ازاي طريقة تفكيرنا غلط؟ يعني ايه طريقة تفكيرنا غلط؟ بصوا، اول حاجة احنا مش شايفين الصورة كاملة. انا هقول الكلام ده مش عشان يبقى شماعة، مش عشان الواحد يبرر لنفسه، تمام؟ اول حاجة من حاجتين: الناس اللي انت بتشوفها دي فعلا ناجحة وفعلا واصلة وفعلا جامدة، لإلا انت مش شايف الصورة كاملة، او انت مخدوع شوية. طب ازاي؟ اول حاجة لازم تحط في اعتبارك ان الجامعة مختلفة. الحياة الجامعية أو ما بعد المدرسة مختلف تماما عن في المدرسة. الموضوع في الجامعة أو موضوع بعد المدرسة بيختلف، والنجاح بيختلف من شخص لشخص. ازاي؟ ايش عرفك ان الشخص ده ماشي صح؟ كل واحد فينا ليه طريق معين، او آه مكانه في حتة معينة. الناس اللي انت بتشوفها دي كلها هي في الطريق الصح وفي المكان الصح وفي الحتة الصح وفي الحتة بتاعتها، مش الحتة الصح والحتة الصح عامة. مفيش حتة صح عامة، مفيش وظيفة صح عامة، مفيش أي حاجة صح في العموم. إنما في حاجة مناسبة لده ومناسبة لده، وفي حاجة مش مناسبة لده ومش مناسبة لده. ممكن الشخص اللي انت تلاقيه عمال واخد شهادات وبتاع ومش عارفة ايه، هوبا يغير الكارير كله ويروح حتة تاني خالص. دي حاجة ممكن تحطها في اعتبارك. أنا في آخر الكلام هوضح حاجة، تمام؟ ركزوا معايا. ماشي، دي حاجة. تاني حاجة: هل كل الأشخاص اللي بتحضر إيفنتات، اللي منزلة شهادات، اللي عاملة كذا، اللي عاملة كذا، هل هي مستفادة 100% من الشهادات دي؟ هل هم فعلا بيحضروا وبيذاكروا وبيركزوا، ولا هم ناس بتروح وخلاص تاخد شهادة وخلاص من غير ما تستفاد، من غير ما تتعلم؟ دي كده حاجة تانية. اوكي. هل الحاجتين دول، يعني انا بقولهم علشان بس نشوف الصورة كاملة اكتر، انما محدش ياخد الحاجات دي مبررات. يعني انا ايه؟ مش عشان انا حاسس نفسي ان انا مقصر، او انا فعلا بالفعل انا مقصر، فانا اقعد اقول ايه: لا لا لا، الناس دي مش ناجحه اصلا، هتلاقي ده تايه، هتلاقي ده مش في طريقه الصح، هتلاقي ده بياخد شهاده وخلاص. لا، دي مش شماعه، ودي مش حاجه هعلق عليها افكاري او كده، عشان انا ممكن افضل اقول كده على كل الناس، وحد يجي الاقيه ما شاء الله هو في مكانه الصح، ما شاء الله هو مستفاد بكل حرف بياخده، فانا احس ايه ده مش زي ما انا بقى كنت بقول لنفسي بقى ان هو الناس لا ده تلاقيهم ماشيين غلط، لا مش عارفه ايه. ده انا طلعت بضحك على نفسي او بريح نفسي. متريحش نفسك وما تقولش كده، انما الكلام ده انا بقوله عشان فعلا نشوف الصوره واضحه، وان مش كل حاجه مبهره، ومش كل حاجه حلوه، ومش كل حاجه تحفه، ومش كل حاجه فظيعه. لا، خالص عادي. تاني حاجه: في ناس فعلا ماشيه صح في طريقها المظبوط، مستفاده من كل حاجه، ناس تحفه. هل انا اسمح للشيطان يخش لي ويقعد بقى اللي هو بص ده عامل ازاي، بص ده كذا، بص ده كذا؟ سبحان الله، في حاجة غريبة جدا ان انا لاحظتها، ان لما حد بيفرح لحد الحاجة، او ان هو ايه ده ما شاء الله شاطر في كذا، ايه ده ما شاء الله شاطر في كذا، تحس ان ربنا، يعني مش عارفة اوصفها لكم ازاي، بس تحس ان ربنا بيخليك تستفاد من الشخص ده، او الحاجة ان انت بتقول على الشخص ده ما شاء الله ده عنده كذا او شاطر في كذا، ربنا بيخليك تستفيد من الحاجة دي من غير ما تاخد بالك. يعني ايه؟ يعني انا مثلا شفت واحده صاحبتي شاطره جدا ما شاء الله، ذكيه فظيعه، كل حاجه، فانا ما حقدتش عليها، انا قلت ما شاء الله دي شاطره، دي جميله، مش عارفه ايه. الاقي سبحان الله، الاقي مثلا نفسي ايه، بقول لها اشرحي لي كذا، فتشرح لي، الاقي
نفسي استفدت من الهبة اللي عندها. ليه؟ عشان انا محقدتش عليها، مش عشان انا يعني كنت قاصدة او بعمل عملية قاصدة ان انا استفاد من حاجة كويسة اللي عندها خالص. انا قلت ايه ده ما شاء الله، واحدة صاحبتي بتنزل بتروح تاخد كورسات مش عارفة ايه، انا ممكن الاقي نفس الشخص ده من غير انا ما اقصد، من غير اي حاجة، الاقيه جاي يقول لي كده كل اللي هو بيعمله او كل الكورسات اللي بيعملها او الحاجة الصح او حاجة مفيدة، او دي خد دي مفيد، او خد ده مش عارفة ماله، او كذا او كذا، من غير انا اصلا ما ابقى ناوية استفيد من اللي قدامي في حاجة. على عكس بحس ان اي حد بيحقد هو عنده تنافر، عنده طاقة مش كويسة جواه اللي هي مش صافية، فتحس ان هو اللي حواليه بيحصل تنافر، يعني هم بيبقوا مش مع بعض، فهو مفيش حد بيحقد على حد وبيستفاد من الهبة اللي عنده. بحس بكده قوي، مش عارفة احساس صح ولا غلط، بس انا مقتنعة بكده، وحاسة ان لما انت بتفرح للي حواليك بطريقة ما الحاجات ان هي عندهم انت بتستفاد منها حاجة. ماشي، كل ده احنا بنفكر في الناس اللي حوالينا، بنفكر في اللي حوالينا، في المحيط اللي حوالينا. تعالى بقى نفكر في نفسنا احنا شخصيا. انا اسفة جدا على اللي انا هقوله، بس كل ده كان طاقة على الارض على الفاضي ملهاش اي تأثير لازمة. بس معلش احنا مش عايشين على الارض لوحدنا، واكيد بنتأثر باللي حوالينا واللي بيحصل حوالينا. فانت خلاص احنا عرفنا اللي حوالينا كده، ارميه بقى على جنب. انت بقى ماشي، انت المفروض تبقى بتعمل ايه؟ انت المفروض تبقى عارف 3 4 حاجات كده هنعدهم مع بعض. اول حاجة، انت المفروض تعرف ايه اللي يناسبك، اللي تحبه، المجال اللي هتكمل فيه. انت ما ينفعش تبقى ماشي حياة الجامعة ده اخد شهادة في كذا فدي حلوة، والله انا هروح اتعلم ده، تبقى في مليون ستودنت اكتيفيتي كلهم في مجالات مختلفة ملهمش اي علاقة ببعض، وان هو انا جامد وعارف هنا وعارف هنا وعارف شوية في كذا وعارف شوية في كذا وعارف شوية في كذا. تمام، والله ده في مش عارف ايه شهادة ايه كده معتمدة بتاع، انا هروح اخدها. الصح مش اللي بيعرف على المجالات بالهبل، مش اللي بياخد شهادات بالهبل. الصح اللي بيبقى عارف هو بالظبط هيبقى فين ومكانه فين وبيشتغل على النقطة دي. انا عرفت خلاص ان انا مش نافع معايا حاجة غير الاتش ار مثلا، خلاص انا كل حاجة في حياتي هتبقى ان انا بطور نفسي في الاتش ار عشان هو ده اللي انا حبيته، هو ده اللي انا شايف نفسي فيه. اوكي، مفيش مانع ان انت تبص على اللي حواليك وتبص لسوق العمل وتشوف هو عايز ايه والكلام ده كله، بس ما ينفعش ان انت تلغي دماغك خالص، متسلمش دماغك 100%، علشان في ربنا اللي بيرزق، مفيش حاجة مضمونة في 100%. انت ممكن تجيب فلوس من حاجة ان انت شاطر فيها اكتر بكتير من حاجة مضمونة. انت ممكن مثلا تكون كويس جدا في الكوميونيكيشن، يعني انت بس تحب تشرح، تحب تتكلم مع الناس، تمام، فانت تسيب موهبتك دي وتسيب الجزء اللي انت شاطر فيه ده وتروح تتعلم اي وتروح تتعلم ذكاء اصطناعي او برمجة او مش عارف ايه، عشان ده المضمون وده اللي هيجيب فلوس. انت كنت ممكن بالمهارة اللي عندك دي تكسب فلوس كتيرة جدا لو كنت استغلتها صح، لو كنت ركزت فيها. هتبقى بتحبها، هتشتغلها بشغف، هتبقى بتشتغلها كتير، هتبقى مميز، هتبقى مش عارفة ايه. كل واحد المفروض يركز في الحاجة ان هو هيأدي فيها حلو، هو هيجيب في الحاجة دي، هو هيبقى شاطر في الحتة دي، الحتة دي بتاعته، الحتة دي موهبته، الحتة دي هو مرتاح فيها، الحتة دي قادر يديلها. مش المضمون، مش السهل، مش اللي كل الناس رايحاله، مش اللي كذا، مش اللي كذا. تمام، جرب. ايه ده الذكاء الاصطناعي تحفة والتكنولوجيا بتاع، جرب، خش جرب برمجة، خش جرب حاجات بتاعت الاي اي والكلام ده. ما لقيتش نفسك خلاص، لا اصل ده مضمون، اصل الفلوس هنا، اصل انت مش هتلاقي تاكل لما اتعلمتش برمجة وما اتعلمتش اي اي. مش الكلام ده، مش الكلام ده خالص والله. مش عشان انت بس هتبقى شاطر في الحتة ان انت هتبقى فيها، عشان ما فيش مجال معين هو اللي مسؤول ان انت هتاكل ولا مش هتاكل او هتبقى جعان او مش جعان. اللي مسؤول عن كده اللي خلقك وانت اجتهد واعمل اللي عليك. شوف انت هتبقى شاطر فين، روح له واجتهد له، اعمل احتياطاتك، اوكي، اعمل بلان بي. اوكي، انا مثلا انا نفسي اكون في صناعه المحتوى والكلام ده، بس انا عن نفسي حاطه بلان بي ان انا هتعلم ماركتنج على جنب، عشان لو قدر الله ده مسلكش معايا طب هشوف ده. بص، انت ممكن تخش فعلا تجيب فلوس تبقى زي الفل، بس انت نفسيتك مرتاحة، انت مبسوط، انت كذا، ولا انت تحولت الى ماكينة عايزة تشوف تجيب فلوس منين؟
انت بقت شغلانتك في الحياه هو الفلوس هتيجي منين وانا هعمل اقصى جهدي عشان اجيب فلوس. طبعا انا مبسوط؟ لا، انت عايش عشان تشتغل، مش بتشتغل عشان تعيش، او مش عارفه انهي العكس، بس انتوا فاهمين قصدي ايه. فلا، انا هنقي شغلانه ومجال انا هستمتع فيه. انا هقعد في الشغل ده 8 ساعات، انا هقعد في المجال ده ربع عمري، انا هبقعد في المجال ده 3/4 يومي، فانا ازاي هقعد في حاجه مش بحبها او مش هستمتع بيها واقعد 8 ساعات من يومي مش مبسوط؟ بالعكس ممكن اكون متضايق عشان هيجيلي فلوس في كذا في الاخر. ما تولع. نفسيتك تتأثر بشكل سلبي؟ لا يعني، يولع المجال المضمون، تولع الفلوس الزيادة. أصل مش كل حاجة كده يعني، هي لازم توازن. أنا هقبض 100,000 جنيه في حاجات بتاعة ال AI والذكاء الاصطناعي بس أنا مبحبهاش، أنا دلوقتي بقى معايا فلوس كتيرة جدا بس السعادة كده، بس الانبساط كده، بس الاستمتاع بالحاجة اللي أنا بعملها كده. لا معلش، أنا هاخد نص التمن ده، نص الفلوس دي في حاجة تانية بس أنا بحبها، بستمتع فيها، بتبسط جدا لما بحقق فيها اللي مطلوب. بفرح قوي لما ببقى بعمل الحاجة دي. اوكي كده بس. فأول حاجة اعرف انت شاطر في ايه. تاني حاجة تاني وتالت حاجة هتعرف نقط ضعفك فين ونقط قوتك فين. انا عرفت ان انا ضعيف في كذا وكذا وكذا، انا هقعد اشوف انا ضعيف في 1 2 3. 1 2 3 ده هعمل له خطة. طيب خلاص، احنا الشهرين دول هنمسك نقطة الضعف الفلانية، الشهرين الجايين هنمسك نقطة الضعف الفلانية. انا محتاج اشتغل على نفسي في النقطة كذا، انا محتاج اشتغل على نفسي في النقطة كذا. تمام. طب انا قوي في كذا، طيب حلو، قوي في كذا دي اقدر استغلها ازاي؟ رابع حاجة بص ليها ان في حاجات كده مشتركة ما بين كل المجالات، او الف ب لازم تبقى عند اي حد. الانجليش اكيد، في اي حاجة في الدنيا هتلاقي بيقولك الانجليش. تاني حاجة اللينكد ان والكلام ده. وتالت حاجة هيقولولك السي في بتاعك تبقى بتشتغل عليه من دلوقتي، وكل شوية بتضيف عليه حاجة، لما بتتعلم حاجة بتزودها والكلام ده كله. فدي 3 حاجات ما بين كل حاجة، ما بين كل المجالات هتلاقي ناس بتتكلم فيها. في ناس تقولك انت لازم تبقى بتعرف تعمل برزنتيشن، بتعرف تعمل باوربوينت، مش عارفة ايه. في شوية مهارات بتاع الكمبيوتر كده، ان هي اكسل والكلام ده هتلاقيها في مجالات كتير اوي مشتركة. بس هو ده المفروض تعمله، هي دي طاقتك المفروض تبقى هنا. انا بحب ايه وعايزة ابقى فين؟ اوكي، انت هتطور نفسك في ايه؟ انت هتطور نفسك في المطلق؟ هتشتغل في المطلق؟ في المطلق؟ لا، انت في نقطة معينة لازم تبدأ منها. يبقى قلنا اول حاجة لازم تعرف انت هتبقى فين، بتعمل ايه، الحتة اللي هتطور نفسك فيها، ايه المجال اللي انت هتركز فيه، بس هو ده مفيش غيره. تمام، اوكي. تاني حاجة هتعرف نقط ضعفك كويس، وهتقعد تحاول تحط خطط وتتعامل مع الموضوع بطريقة منطقية وعملية، وتحل كل نقطة ضعف كده على حدة. تالت حاجة هتعرف نقط قوتك وتشوف هتستغلها ازاي في المجال اللي انت اخترته ده، او ممكن لو تعرف تستغلها عموما كده كده يعني، بدل انت شاطر في حاجة وهتبقى مميز فيها فهتفتح لك ابواب، او يعني هتعود عليك بنفع. رابع حاجة انا هعرف ايه المطلوب عامة، او ايه الحاجات اللي ما ينفعش يعني لا غنى عنها، وهتعلمها. بس كده. انا بقى والله لقيت الناس على لينكد ان طلعت الفضاء، لقيت الناس بتطير، لقيت الناس بتخرب الدنيا. انا ماليش فيه، انا دول. انا عرفت بحب ايه، عندي نقط ضعف بشتغل عليها، نقط قوتي بحاول استغلها، بحاول اطور نفسي في الحاجات الاساسيه اللي لا غنى عنها. بس كده. انت بقى طلعت الفضاء، انت رحت اخدت شهاده مش عارفه فين، انت ما اتشقلبت، انت ما خارب الدنيا في الاي اي، والاي اي هو المستقبل. انا ماليش دعوه، انا راسم ليا طريقي وتمام. بس كده. طيب هو المايك فصل للاسف، انا مش عارفه يعني، بصوا مش راضي يشتغل خالص، ماشي ما علينا. المهم بس كده الفيديو خلص. اتمنى يكون الفيديو ده غير طريقة تفكير اي حد، اتمنى يكون كان مفيد. اخر حاجة هقول كده يعني مجاز ممكن يعلق في دماغ حد. وانا بسوق عربية في طريقي، او انا ماشية مش بسوق عربية، ولو فضلت ابص جنبي وشمالي ويميني وورايا واشوف الناس ماشيه ازاي، فانا غالبا هلبس في الحيطه اللي قدامي
او مش هاخد بالي ان انا المفروض كنت اخش يمين او اخش شمال، او مش هاخد بالي من حاجه، وهفضل انا عيني وتركيزي على اللي حواليا، مش واخده بالي انا فين وانا بعمل ايه وانا المفروض كنت ماشيه ازاي. فما تبصش لاي حد حواليك، خد الحلو بس. ايه ده، انا لاحظت الناس الفلانيه انا مهتم بالاتش ار، ده فلانيه دي شاطره جدا في الاتش ار، طب انا هسالها على كذا. بس كده. انا بقيت الناس طارت راحت جم عملوا اتشقلبوا، انا مش ماليش دعوه، بس انا مركز مع نفسي مش اكتر. بس كده. اتمنى يكون كله تمام، اتمنى يكون كان الفيديو لطيف. اسفه جدا لو الصوت عمال يتلخبط، المايك بيفصل. بس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.